خاصية ممتازة جدا ضافها بنك مصر لأغلبية الماكينات الجديدة الخاصة بيه. طبعا كل الناس كانت بتعاني من مشكلة انه لو حط مثلا الفيزا في الماكينة وحصلت اي مشكلة في الماكينة والفيزا اتشفطت، خلاص ما بيقدرش يرجعها غير بقى لو راح للبنك اليوم اللي بعده، وساعتها ممكن يوقفوا له الفيزا، او لو حظه حلو بيدوها له بدون توقيف، وعلى حسب بقى انت وموقفك. او الناس التانية اللي بتستخدم خاصية ال NFC. وطبعا خاصية ال NFC دي شرحتها قبل كده ومش موجودة في 90% من الماكينات، وحتى لو موجودة مش شغالة ايداع ومش شغاله الخدمات الكبيره، هي شغاله بس في الاغلب بتبقى سحب. هم بقى ضافوا خاصيه جديده مسكت العصايه من النص، يعني منه لا الفيزا بتاعتك هتتسحب، ومنه هيبقى عندك خدمات الايداع وكل الخدمات اللي موجوده في تدخيل البطاقه جوه الماكينه عادي. ايه الخاصيه دي؟ لو تلاحظوا كده في الفيديو ده وانا جاي احط الفيزا في ماكينه بنك مصر، في ماكينات الجديده بقى فيها زي مكان ادخال الفيزا، بقى فيه بروز كده، انت بتدخل الفيزا فيه. الفيزا ما بتدخلش لاخرها زي ما انتم شايفين كده، انا دخلت الفيزا بتدخل عند نقطة معينة وبتعمل زي صوت طق كده. ده معناها انه الفيزا خلاص وصلت للمكان الاخير بتاعها اللي هو هتتقرا فيه. وزي ما انتم شايفين الشاشة بتاعتي فتحت عادي خالص وبيقرا بيانات الفيزا. وزي ما انتم شايفين بعد ما خلصت معاملتي على الفيزا، بمجرد ما انا خلصت المعامله هو ما بيطردش الفيزا، هو بس بينور لي مكان الفيزا بحيث ان انا اسحبها بايديا. وبالتالي لو حصلت اي مشكله في الفيزا او الماكينه حتى قطعت كهرباء، فالفيزا نصها بره اقدر اشدها واطلعها بدون اي مشاكل. وخلي بالكم في اغلبيه ماكينات بنك مصر الجديده زي ما انتم شايفين كده، عملت قبل كده معامله وحصل مشكله في المعامله، المكنه كانت بتعد وبعد كده ما جابتش المبلغ اللي معايا فرفض المعامله. بعد ما وصلتني رساله على الموبايل انه تم خصم المعامله، بعدها على طول في ثواني كتب لي تم الغاء قيد معاملتك وانه المبلغ ده راجع لحسابي. وبالتالي كده بصراحه بنك مصر على الرغم من اغلبيه عيوبه لكنه بيحاول يطور نفسه في الماكينات. ايا كان اتمنى انه يلاقي الخاصيه دي ويبقى قدامه كذا ماكينه، يختار الماكينه اللي زي ما انتم شايفينها كده في الفيديو، وهتسهل لك كل امورك وان شاء الله مش هيحصل لك اي مشاكل. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.